بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ لول اللي احنا شايفينه قدامنا ده اسم الريسيفر بتاعي العربي. انا عارفة ان في بنات كتير كانت بتسأل عن ريسيفر عربي هنا في امريكا، فانا حبيت اعمل لكم ريفيو عن الريسيفر بتاعي. وهفتحه لكم واجيب لكم كل القنوات اللي عليه عشان تبقوا عارفين ايه اللي موجود فيه. الجهاز انا جبته من امازون، وهنزل لكم اللينك بتاعه ان شاء الله. هدور عليه وهجيب لكم اللينك المباشر اللي تقدروا انكم تشتروا منه المنتج ده ان شاء الله. انا جايباه من حوالي سنة ونص. السعر بتاعه لمدة سنتين، وبعد كده بتعملي اشتراك سنوي، يعني بتدفعي مبلغ كل سنة، واعتقد ان هو مبلغ بسيط. انا كنت جايباه ب100 حاجة و60، بس هو كان يعني من اول اعتقد الثانكس جيفنج كده كانوا عاملين عرض انه يبقى ب149، ولحد دلوقتي كل ما بفتح التلفزيون بشوف العرض ده، فاعتقد ان هو لسه قائم يعني. فانت ممكن تلحقي العرض اللي هو 149 ده. واذا بعد السنتين ان شاء الله ربنا يدينا العمر لقيتي مثلا ان الاشتراك غالي، انت ممكن تسيبيه وتشتري واحد تاني خالص. فيعني $150 في سنتين شغال 24 ساعة. اعتقد ان هو مبلغ يعني يعتبر بسيط، واقل بكتير من حاجات كتير احنا بندفع فيها فلوس يعني. ده هو ده الريموت بتاعه اهو. انا هفتحه بقى من ورا كده الاول لانه مقفول. بصوا بيبقى له زرار كده من ورا. خلاص كده فتح. وهنتابع في التلفزيون. وهنشوف ايه لما يفتح، وهجيب لكم القنوات بتاعته. دي البداية. بياخد وقت شوية، وطبعا ده بيبقى حسب النت. بس يا بلال، بصوا ده المنيو الرئيسية اللي بره. انتي بتختاري بقى. بسم الله. عندك اول حاجه من الشمال اللايف تي في، ده اللي هو التلفزيون العادي. تقدري تشغلي يوتيوب، وفي كمان هو محطوط فيه نفسه موفيز، بس انا ما بفتحهاش لانه طبعا الموفيز اللي محطوطه فيه مش عربي، اجنبي، فطبعا الله اعلم بيبقى فيها ايه، ما بشغلهاش نهائي. والباقي بقى اللي هو الاضافي ده بتقدري بقى تفتحي عليه جوجل وتفتحي عليه اللي انت عاوزاه. يعني هو ما شاء الله فيه تقنيات كويسه. تمام. انا بقى بالريموت. بصوا السهم ده كده، طبعا ايه لازم احطه عند الريسيفر. وهفتح لايف تي في. بصوا ده العرض اهو. ده العرض بيتكتب على الشاشه، وهو مكتوب اللينك اللي تقدري تطلبي منه، بس انا ما طلبتوش منه، انا طلبته من امازون. جالي على طول تاني يوم. بصوا القناه اللي بتفتح هي اكتر قناه انت بتستعمليها، اكتر قناه انت بتفتحي عليها، وطبعا هي سي بي سي سفرة بالنسبه لي يعني. بنشوح نهدي الصوت شويه. ما بنخلوش لونه بني او بنخليه فاتح. تمام. انا عايزه اقفل ثواني، انا هرجع لكم تاني، بس هقفل الفلاش. بصوا الصوره ما شاء الله حلوه، بس انا عايزه بقى ايه. بصي عشان تخرجي بتضغطي على ايه، على اللي في النص ده كده. متقسم زي ما انتم شايفين كده فوق: دراما، كيدز، وريليجن اللي هي القنوات الدينيه، وجنرال دي بقى بيجيب لك مثلا ايه، قناه سوريا، قناه لبنان، كذا حاجات زي كده، زي ما انتم شايفين كده اهو. بس احنا بقى هنطلع ونجيب المنيو من بره زي ما انا قلت لكم. متقسم قنوات، متقسم اقسام اهو. دي القنوات الدراما، هجيبها لكم من الاول. دي اول حاجه اهي، فيها ام بي سي، وفيها ام بي سي 2 و3 و4. فيها قنوات اللي هي الرياضه اهي.
فيها بقى القنوات المصرية MBC مصر ومصر 2، قنوات النايل كلها موجودة زي ما انتوا شايفين اهو. اهي روتانا والنهار، CBC سفرة، ميلودي، القاهرة والناس، يعني هي تقريبا القنوات المصرية كلها، والحياة، قنوات الحياة. اللي كانوا البنات بتسأل على القناة اللي هي عمرو أديب، ما بقاش بيجي على اليوم، بقى بيجي على قناة اللي هي اون دي، موجة. خلاص دي قنوات الدراما، هتطلعي منها خالص لحد ما الدراما دي تبقى لونها كده. دي قنوات الأطفال. طيور الجنة، كيدزينيا. احنا ممكن ايه نجيبها لكم كده من هنا عشان تشوفوا اسماء القنوات. دي القنوات بتاعة الأطفال. تمام، دي قنوات الأطفال. طيب نطلع تاني وننزل على القنوات الدينية. دي القنوات الدينية. أنا على طول مشغلة قناة الحرم اهي. الصورة ما شاء الله جميلة، عادي يعني كأنك مشغلة في مصر عادي، مفيش فيه مشكلة. قناة العفاسي طبعا، ده يعني إدمان عندي. خلاص نطلع تاني. هي القنوات الدينية كتيرة يعني. نطلع تاني. الجنرال ده اللي انتوا شايفينه كده زي ما بقول لكم ايه بقى، قناة لبنان، قناة سوريا، فلسطين، العراق اهو. واعتقد في كمان اللي هي المصرية 1 و2. انا بصراحة يعني ما بفتحش الجزء ده خالص. انا CBC سفرة، قناة القرآن وطيور الجنة عشان ابني. وبعدين نطلع فوق تاني خالص، في بقى ميوزك وانا ما بفتحهاش طبعا. سبورتس عشان الناس اللي هي بتتابع الرياضة. بصوا دي كلها قنوات رياضية، برضو ماليش فيها قوي يعني. دي القنوات الإخبارية. تمام. وده التركي برضو ماليش فيه. ودي بقى ايه قنوات تانية كده، CNN، حاجات مثلا يعني مختلفة يعني. تمام. وبعد كده في بقى هنا فيفورت زي ما انتوا شايفين، CBC سفرة، القرآن الكريم، والقناة اللي بقول لكم عليها دي. انت ممكن تحطيهم في الفيفورت بحيث تفتحيهم على طول يعني. تمام. وترجعي تاني او تعملي باك تضغطي هنا. خلاص هيتشال ونسيب ايه القناة اللي انت عاوزاها يعني. الريسيفر حلو بصراحة، سعره كويس على الامكانيات اللي فيه ما شاء الله. القنوات يعني كتير جدا. ان شاء الله هيعجبكم لو اشتريتوه بصراحة يعني. دي نصيحة مني، انا ما جربتش ريسيفرات تانية عشان اقول لكم هو احسن او اوحش، بس انا من وقت ما جبته انا مرتاحة بصراحة جدا يعني، حاسة كأني في مصر. اتمنى الريفيو ده يكون مفيد بالنسبة لكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. اللي عندها اي سؤال بخصوص الريسيفر تبعتهولي وانا هرد عليها ان شاء الله. اشوفكم على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.